الو، من القاهرة؟ مش عارف. ده سؤال الصراحة مفاجئ، محتاج يعني دقيقتين كده على الأقل تفكير يعني. ايه هو السعادة؟ اكيد كلنا بنبحث عن معنى السعادة، وبالنسبة للبعض السعادة هي انك تكون مع اصحابك، مع اسرتك. في ناس شايفة ان السعادة هو تحقيق اهدافهم وشغفهم. في ابحاث ظهرت ان في عوامل كتيرة تساهم في سعادة الانسان، بما فيها روابط اجتماعية والصحة الجسدية والشعور بالهدف او بمعنى للحياة. فحبيت اعرف عن وجهة نظر الناس اكتر، وسألت عن الحاجة اللي بتبسطهم. يمكن الفترة الأخيرة دي حسيت إن الحاجة اللي بتخليني مبسوط إن أنا ألاحظ إن أنا ساعدت ناس في حاجات، يعني لما الناس تطلب مني حاجة مثلا وأحس إن أنا عملتها بأحسن طريقة. بحب الفلوس، يعني لو حد اداني فلوس هتبسط قشطة يعني. فلوس قوي، بحب الفلوس. الحاجة اللي بتبسطني اللي أنا أقعد أتفرج على التلفزيون مع أمي. أنا كده بحب أتابع مسلسلات كتير قوي، وماما عندها نفس الهواية. فأحسن جو أو أحسن وقت مثلا بحب أتفرج عليه بالليل كده مع ماما. ممكن أصلا نطول في الحوار دوت عادي، فممكن أفضل كده طول اليوم. إن أنا باكل، والله كل ما آكل بتبسط، كل ما آكل بتبسط. لو اتحط لي قدامي إيه باكل بتبسط. ايه اللي بيخليني مبسوط؟ حاجات كتيرة قوي يعني. بحب اتفرج على افلام، بحب اسافر قوي بصراحه، بس الماني فاهم الميزانيه مش سامحه. هو اسافر كتير بره مصر بصراحه، عايز فاهم. بس ايه الحاجة اللي بتبسطهم؟ الرياضة مثلا حلو، بلعب باسكت. ليه؟ يعني بحس دايما إن أنا ببقى أي كاتمة أو أي حاجة بنزل أجري فيها وأنبسط فيها شوية. ايه الحاجة اللي بتبسطهم؟ الحاجة اللي بتبسطني العربيات. الحاجة اللي بتبسطني العربيات. طبعا ان انا ارضي ابويا وامي واصلي صلاتي يوميا وكل يوم. انت بتتكلم جد؟ ان اليوم يعدي رايق، يكون بسيط ما فيهوش حاجات كتير، يكون كده اليوم لطيف، نزلت اتمشيت شويه بس كده. الحاجة اللي بتبسطني سؤال صعب بصراحة. ممكن الصحاب واللمة، فاهم، تحس انك محبوب. الخروج والأكل، الأكل بيبقى جوه الخروج. الحاجه اللي بتبسطني ان انا اعمل الحاجه اللي انا مطالب بيها في التايم اللي انا بعمله، يعني في التايم اللي انا مطالب بيه، ان انا لا اخر ولا اقدم على كده. نقعد مع اصحابي. الحاجة اللي بتبسطني التمرين أكتر حاجة بتبسطني. ممكن أكلة حلوة أو خروجة حلوة مثلا. أنا راضي وببقى قنوع بالحاجات البسيطة. لما أقعد مع صحابي في البلاي ستيشن مثلا. القعده مع صحابي واللمه والجو الاسري بتاع الصحاب ده. بس بحب السفر جدا. اكتر حاجة بتبسطني هي السفر جدا. بحب السفر واسافر واروح لما بتمرن. حاجة اللي بتبسطني سباحة. يعني انا اكون ناجح في مجالي شويه، والناس اللي حواليا مبسوطين، يعني الناس اللي انا بحبهم واهلي وكده مبسوطين. بس ايه الحاجة اللي بتبسطني؟ ان احقق حاجة مثلا نجاح، حاجة بحبها. كون الناس اللي حواليا مبسوطة ومحدش متضايق مني، وأنا بالتالي أكون برضو محقق اللي أنا عاوزه يعني. الحاجة اللي بتبسطني ان انزل اتمشى واصور، احس ان انا ساتسفايد قوي من جوه، مبسوط. ايه الحاجة اللي بتبسطني؟ لما اشوف كل اللي حواليا مبسوطين وفرحانين، فبحس ان هم بيدوني بوزيتيف. لما اقعد وسط اصحاب كتير كده ونقعد نهزر وصوتنا يبقى عالي بجد، يعني بحس ان الوقت دوت لو هدفع فيه فلوس ما عنديش مشكله. اجرب حاجات جديدة عامة، او باخد اكسبيرينس اللي هو اجرب اماكن جديدة، اتعرف على ناس جديدة. اي حاجة جديدة بتبقى بالنسبة لي حاجة كويسة يعني. الجيم ليه؟ عشان بطلع فيه الطاقة السلبية. ايه الحاجة اللي بتبسطني؟ لما اقرب من ربنا. لما اكون قريب من ربنا ده ببقى مبسوط فيه الصراحه، بحس ان انا مرتاح. بس ان انا اشوف اللي حواليا مبسوطين ده بيبسطني زيادة. بعمل الحاجة اللي بحبها. بحب مثلا رياضة عامة، أنا بقى مبسوط جدا وأنا بلعب في الجيم. فيفا. والله فيفا فعلا بلعبها مبسوط. ان الناس اللي حواليا اكون عارفهم يعني يكونوا مبسوطين. لما اوصل في حاجه في الكوره او في التعليم كنجاح عموما في حياتي، يعني دي حاجه كويسه بالنسبه لي. كل واحد عنده حاجة اللي بتسعده. اوعى تقارن بمصادر سعادتك بمصادر الناس تانية.
لانك شخص مختلف وكل واحد عنده ظروفه الخاصة. السعادة مش بس ان احنا نبسط نفسنا، بل هي سعادة الناس التانية. لما نساعد الناس اللي حوالينا ونحقق تأثير إيجابي في حياتهم، نلاقي نفسنا بجد سعداء وراضيين عن نفسنا. لازم تعرف إن من غير مشاكل والتحديات اللي في حياتنا مش هنحس بطعم السعادة. في النهاية السعادة مش وجهة، السعادة رحلة بناخدها خطوة خطوة. سلام.